الناس لحد دلوقتي مش عارفه انت طيب ولا شرير ولا مخروب على امرك ولا شطاب ايه. هي لازم الشخصيه تبقى كده عشان توصل للجمهور بالاحساس اللي انت بتقوله ده. هل هو طيب؟ هل هو شرس؟ هل هو قبيح؟ محدش يعرف. انما مع الحلقات الاخرانيه هنعرف هو ايه. طب في حد يقبل على ابنه انه يتجوز ولاد؟ بس في ناس كتير جدا ما تفرقش عندها. في ناس كتير ما تفرقش عندها، عايز يتجوز ما يتجوز، انا مالي، هو انا اللي هتجوز؟ هو اللي هيتجوز، هو اللي هيشيل الميه، اللي بيشيل قربه مخرومه بتنز عليه. خلاص انت شلت قربه مخرومه، شوف استحمل بقى اللي هيجرى لك. بس انت شايف فتح الله سلبي مع اولاده؟ مش سلبي، هو دايما يقول لهم انا يعني لما تحس تلاقي دايما فتح الله شايف اللي هيحصل. يا اخوانا ما ينفعش ده، ما ينفعش تقفوا في وش جعفر كذا جعفر كذا. هم مش عم بيسمعوش، هم عيال فاتحه صدرها ويضربوا بالشبشب وتاني يوم ينزلوا الحاره. ايه احنا هم غاويين مشاكل ويضربوا كل مره وفاردين سنهم برضه. ده نوع من الطيش اللي موجود عند بعض الشباب كمان، انه فاهم نفسه ان هو عنتر وهو عدله ويعمل بلاوي وانت ما انتش قدها. فلا يا اخوانا، لازم كل واحد لما يجي يعمل حاجه يحسبها كويس قوي قبل ما يقدم على هذا. فتح الله ما عرفش